الأب المسافر علشان أكل عيشه وسايب أسرته وأولاده في بلد تانية، أنا عارفة إن ده غصب عنك وربنا يقويك، بس دور الأب في تربية أطفاله ووجوده معاهم ده مهم جدا. علشان كده إحنا هنبين دور الأب في تربية أطفاله عن بعد هتكون إزاي. انت مش قدامك غير وسائل التواصل الاجتماعي اللي هتستخدمها علشان تقدر تكلم طفلك كل يوم صوت وصورة، مش صوت بس. وهتسأل الطفل عمل ايه في يومه، وهتسأله عن المدرسة والمذاكرة وعن أصحابه وعن كل حاجة بيعملها. ده كمان لو حب يخرج لازم يكلمك الأول ويستأذن منك. وبلاش علشان انت بعيد تدلعه بزيادة، عاوزاك تكون حنين وحازم وتشد وترخي في الأوقات اللي هتحتاج تعمل فيها كده مع الطفل. يعني تجيب له هدية وتوريها له لو أحسن التصرف، ولو أخطأ حمله نتيجة اللي عمله، والأم لازم تساعدك في كده. وبلاش تقول للأم قدام الطفل لو عمل أي حاجة قوليلي على طول، لأن الطفل بالطريقة دي بيبعد عنك ويمكن يخاف يكلمك، وإحنا مش عاوزين كده. والتصرف الصح إن الأم تبلغك قبلها بدون علم الطفل، وإنت تسأل الطفل وتستناه يحكي لك اللي حصل. واحكي انت كمان لأطفالك عن يومك وعن تفاصيله، وحاول ما تتأخرش عليهم وتنزل في أقرب أجازة بتجيلك. ونصيحتي الأخيرة للأم، بلاش تظهر بمظهر الضعف وقلة الحيلة لأطفالك، خليكي دايما قوية.